تحية المناضلين مناضلة حركة 20 فبراير، تحية كذلك المنابر الإعلامية الحضارة العالمية اللي لبات الدعوة ديال حركة 20 فبراير. بغيت غير نعاود نأكد على المسألة ديال التفاوض. اللي تيقول أنه باغي يتفاوض مع المخزن تنقولوا ليه حنايا أننا ما غاديش نساو نهائيا. هذا واحد الإنسان اللي بغى يبيع الدم ديال الشهداء رخيص. حنا عندنا 11 شهيد، حركة 20 فبراير قدمت 11 شهيد، فكيف واحد النهار غادي يجي ويقول لي شي حد نمشي نتفاوض مع المخزن؟ يعني انا غادي نفاوضوا على حساب هذا؟ حنا ما غاديش نساو نهائيا الدم ديال الشهداء، ما غاديش نساو. هذه هي الرساله اللي غادي نقول لهذا السيد هذا اللي بغى يتفاوض الكلام ديالو يلزموه ولا يلزم حركة 20 فبراير. بالنسبه الخبر ديال تعيين فؤاد علي الإمام من طرف الملك، فعل هذا تيبان يعني انه النظام يتحدى الشعب اليوم. يعني بان بان النظام لا تيتحدى الشعب يعني بوحدها. وكذلك هي رساله ما عرفتش واش حكومه بن كيران غتكون فهمت هذه الرساله ولا مازال، لان هذه رساله كبيره. يعني ان حكومه هي كاينه حكومه بن كيران لكن لا سلطه لحكومه بن كيران، لا سلطة لحكومة بن كيران. وبن كيران كان قال في واحد التصريح انه كان قال الى شفنا واحد الفيديو انه قال بان بامثال فؤاد علي الائمه والمجيدي ما خصهمش يبقاو في المغرب. فدابا ما هو الرد ديال السيد بن كيران على هذا التعيين؟ هذا من جهه. يعني هناك فعلا كاينه حكومه دابا، راه كاين هذا التشكيل ديال الحكومه، وكاين في المقابل تشكيل حكومه اخرى من طرف النظام. راه هو تيقاد الحسيبات ديالو، راه تيقاد الحكومه اللي فعلا هي اللي غادي تكون كتحكم، هي اللي غادي تسير. فاحنا فاش خرجنا في حركه 20 فبراير هازين اسقاط الفساد الاستبداد، هزينا كذلك مطالب اضافه لهذا المطلوب هذا، المطلوب ديال المطالب السياسيه اللي كان بيناتها الدستور الشعبي الديمقراطي. فاش الدستور والنظام هنايا النظام جاوبنا وقال لنا الدستور، وجا الدستور ديالو ممنوح، بل هو دستور مفروض فرضوه على الشعب المغربي وداز الدستور. فكذلك جات عاوتاني جواب اخر، خرجوا الناس عاوتاني من بعد الدستور قاطعوا الدستور. جا عاوتاني جواب اخر ديال الانتخابات، حنايا قاطعنا كذلك انتخابات، رافضينها ولا نرفضوها، وحنايا ما معترفينش نهائيا بهذه الانتخابات، ما معترفينش بالحكومه. يعني السؤال ديال سيدي قال لنا واش هذه الحكومه ديال بن كيران تقدر تحقق شي مطالب اجتماعيه ولا دير هذا، حنا ما معترفينش بها اصلا، لانها جات في ظل دستور مفروض وداز في ظل واشرفت عليه شكون اللي شرف على هذه الانتخابات؟ وزاره الداخليه اللي هي معروفه باعوام ديال التاريخ ديالها ديال التزوير. يعني هذه مسائل كلها واضحه. وكذلك حنا زائد انه في التعبئات ديالنا فهذا شفنا انه الناس كلهم لا بليبار ديال الناس كلهم يعني كلهم رافضين هذه اللعبه السياسيه. فيعني بداو الناس شي شويه بعدا كومان تيفيقوا، بدا شي شويه ديال اللعبه بدات تتبان. فاللي بغيت ناكد عليه هو انه نعم نرفض هذه الحكومه، نرفض حكومه، نرفض حنا بغينا اصلاح حقيقي، بغينا تغيير جذري. ما بغيناش حد يجي كيف قال سي الفنوسي يبدا يعطينا شي شويه داكشي بالحساب. حنا بغينا تغيير حقيقي، الحريه والكرامه واسقاط الفساد والاستبداد. هذه هي المطالب ديالنا. حنايا خرجنا ما غاديش نعاودوا نرجعوا. عرفنا انه الشهاده او النصر، هادشي اللي خارجين حنايا دايرين في بالنا، الشهاده او النصر. ما عندناش حنا غادي يعطينا شي حد يبدا يتكبر علينا ولا هذا. الدستور الانتخابات هي مجرد مكياج داروا النظام باش يزين الصوره ديالو قدام الراي العام وقدام كذلك فرنسا والرئيس. يعني حنا هاد الامور هادي عرفنا، حنا مستمرين غادي نبقاو غاديين في النضال ديالنا الى غايه اسقاط الفساد
غير لتوحيد هذه النضالات الاجتماعيه، انا اقول تيبان لي بانه غنجمع جوج اسئله، حتى ديال الخطوط الجماهيري اللي كاين في اكادير المقارنه مع كازا اللي هي عندها يعني حاولت انها دير اللجان الشعبيه وهذه المسائل هذه ونجحت فيها. انا اقول انه هنا في حركه 20 فبراير كاين واحد شي شويه ديال الضعف في التواصل، وكاين شي شويه ديال الضعف الى فعلا المشكل الحقيقي اللي غادي يكون ماشي هو اننا ما قدرناش اننا نجمعوا هذه النضالات، هذا الاحتجاج الفئوي اللي تنقولوا ليه حنا سميتو، ماشي ما قدرناش اننا نهضا، ولكن ما قدرناش اننا نغارسوا في الاوساط الشعبيه. لماذا؟ لانه غادي يعني حنا راه في طور تحسين ديال هذه المساله هذه، لا في التواصل ديالنا مع الناس، ابداع في التواصل، لا في التعبئه ديالنا مع الناس. يعني هذا اللي طور تحسين ديال هذه المسائل، هذا هو تيبان لي انا هو اللي غادي يكون مشكل حقيقي علاش كاين داك الخوف الجماهيري. زائد القمع، ما ننساوش بانه راه فعلا الحاجز ديال الخوف راه تكسر، ولكن باقيين. غير الجديد اللي تيبان لي في هذا الفيديو هو انه تغيير الشكل ديال القمع. هو راه كان في الاول الاراوات، ودابا بدا المناضل دابا من التحت. دابا النظام يحاول ان بغى يصفي المناضلين، يعني بطريقه انه دابا بطريقه مخبيه غيصيفط لهم هذا اللي غيتصيفطوا شماكريه كيف وقع للمناضل التونسي، التهديدات عبر الهاتف. يعني هذا النوع شكل اخر من القمع اللي تيشنو النظام على حركه درتي الصوت بعدا. تحيه للحضور الكريم. انا غادي نبدا بنفس ولا غادي نشير لنفس النقطه اللي شاروا ليها الاخوان من قبلي، هي ديال التفاوض او الحوار مع الحكومه، مع حكومه الاستبداد. انا ما غاديش نسميها حكومه بن كيران او لا حكومه فلان، لان حنا كنعرفوا جميع بلي هذه غير حكومه الواجهه، يعني واحد الحيط اللي هو كيبان بلي راه هو المسؤول، هو اللي كيسير، وبالتالي الناس اللي جاب الله غيدابزوا ولا غيضربوا ولا غادي يحاسبوا غير هذاك الوجه اللي كيبان، ولكن المسير الحقيقي كاين النور ما وراء الاسوار. وبالتالي حنا هاد يعني اللي كيبدا الاصداء اللي كدور دابا على ان بن كيران هو كشخص، بن كيران انا هذا كشخص ذكر بانه مستعد يتفاوض مع حركه 20 فبراير ويشوف المطالب تاعها، وحنا كنعرفوا جميع بلي انا عداله والتنميه يعني من بين الاوائل اللي حاربوا حركه 20 فبراير وهاجموها بواحد يعني واحد الصرامه، واحد القساوه باش هاجموا حركه 20 فبراير. ويجيو دابا وكيناديو حركه 20 فبراير بالحوار. ما عرفت واش إن كان يعني ما يقول، فانا كنظن بلي راه هذاك مازال عنده واحد القصور في الفهم ديال حركه 20 فبراير، مازال ما قراهاش، مازال ما عرفش الشعب المغربي واش عاق بهذه المسرحيات اللي كدور عليه. الا كان هذا كان يعني واعي وعارف اش كيقول في هضرته، كان كيقولها هو واثق يعني كيصدقها قبل ما يخرجها. وانا كتبان لي قراءه اخرى هي ان الحكومه الحاليه عندها من بين التحديات الكبرى ديالها انها تحاول تمتص وتدبير ديال هذا الفوران الاجتماعي اللي كاين، الشعبي اللي كاين، من بين التحديات اللي عندها، ومن بين يعني يعتبرها هو واحد المرحله اوليه او واحد الوسيله باش انه يمتص او اللي يحاول يعني يخدع الجماهير الشعبيه، الشعب المغربي، يخدعون بلي راه هذه الحكومه هذه راه حكومه مختلفه عن الحكومات الاخرى يعني السابقه، وبلي الحكومه السابقه راه هي قمعات وحنا دابا راه حنا جينا وبغينا نتحاوروا. يعني بغى يغمق على عباد الله بهذا المفهوم الدارجه. وحنا منذ البدايه، حنا اصلا من قبل الانتخابات، من ملي بدات حركه 20 فبراير كنا عارفين هذه الحكومه كي غادي تكون، وكنا عارفين الدستور غادي يدوز بهذاك الشكل، وعارفين الانتخابات غادي تدوز بهذاك الشكل. هنا داك الشيء كيتطبخ وكيدار من اللور بدون يعني استشارات ولا بدون النزول عند الجماهير الشعبيه. بالتالي حنا داك الشيء كله كنا عارفينه. وهذا الحوار حنا هذه الحكومه كلها رافضين، ماشي غنقول لك حنا رافضين الحوار مع هذه الحكومه. هذه الحكومه اصلا هي ماشي جايه من الشعب، هذه الحكومه ماشي الشعب اللي اختارها. هذه الحكومه هذه او هذه الانتخابات اللي دازوا ولا هذا الدستور اللي كاين كله، حنا هذا الشيء راه غير معني كما قالوا الاخوان القبليين. حنا لسنا معنيين، ماشي غير حركه 20 فبراير اللي ليست معنيه، كل الشعب المغربي
غالبيه الشعب المغربي غير معنيين بهذه الانتخابات ولا بهذه الحكومه، وبالتالي فهو يعني يقول اللي بغى وعنده كامل يعني فمو يحلو ويقول اللي بغى واللي عجبو يقولوا، وطبيعه الحال الخلفيات ديالو حنا عارفينها. اما فيما يخص بعض الاشخاص اللي كيتكلموا باسم حركه 20 فبراير او اللي كيعتبروا نفسهم كيمثلوا حركه 20 فبراير، داكشي راه ماشي حنا بالنسبه لينا حنا راه ماشي جديد. ملي قلنا بالوسائل ديال مواجهه المخزن ولا النظام حركه 20 فبراير مختلفه بشكل مباشر، والبلطجه والاعلام ديالو يعني الافكار اللي ولا يعني الافكار فعلا اللي كيروج على حركه 20 فبراير من داخل الاعلام ديالو، حنا داكشي يعني هذه وسيله اخرى انه غادي يبغي. كاين الناس اللي كيكونوا يعني مندسين من داخل حركه 20 فبراير، والحركه هي راه ماشي كتعزل هذا وهذا، حركه راه ديال كلشي وغادي يدخل ليها كلشي وغادي يجي لها كلشي وغيحضر معاك الجمعات العامه، وما غاديش نستغربوا ان واحد منهم او لا جوج غادي يكونوا معاك، وبالتالي غادي يبداو يسربوا هذوك الافكار. ولكن راه اللي خصنا نشيروا ليه ان حتى في هذاك المنبر يعني في الفيسبوك ولا في ديك المنابر الاعلاميه اللي قالت التصريح ديال هذاك الشخص ما قالش باسم حركه 20 فبراير، راه غير الاعلام عاوتاني هو اللي بغى يعطي هذيك الصفه. هو قال لك انا شخصيا، وحنا شخصيا لا يعنينا. حركه 20 فبراير الجمعات العامه ديالها سيدة نفسها تما فين كيتقرر جميع يعني الخطوات تاع حركه 20 فبراير وجميع الاشكال النضاليه ديالها وفي الافاق تاع الحركه. اما